وكمال الإنسان يتبدى أوضح ما يتبدى في بيته. وينبغي أن تكون بيوتات المسلمين جنة، جنة بالود. ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان. لو جئت بطعام نفيس، لو أسكنتهم بيتا فخما، يريدون مودتك، يريدون الابتسامة، يريدون الحب. والمرأة بالذات الحب يغلب عليها، يعني أطعمها طعاما خشنا وكن لطيفا معها، أفضل ألف مرة من أن تطعمها طعاما نفيسا ثم تقسو عليها. والحب بيدك. وفي مقولات يقولها العوام أنه بعد فترة يألف كل منهما صاحبه وينعدم الحب بينهما. هذا كلام بخلاف ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه